انا عارف انه بقى صعب تصدقني لو قلت لك ان دورك اكبر من دعاء، حتى ممكن تحس كلام كليشيه. انا اقول لك ازاي، بس ركز معايا. بعد سنتين من اول صاروخ في الطوفان وصرخه كل ام حسره على ابنها، لحد انسان ده اشد عذاب على وجه الارض واتحرق حي، بعد سنتين من الجرائم اللي شفناها والمشاهد المحفوره في عقولنا وحكايات الشهداء وعيون الاطفال ومشاهد الغارات والنار في كل حته والدمار في كل مكان، هنا بس جه دورنا لما نلاقي الشباب الصغير بيسأل في الشارع وهي فلسطين ضربتهم ليه من الاول اصلا. بنفس الطريقه كده تحس ان محدش ورثه اي وعي عن القضيه. وهنا بصراحه انا مش بلوم عليهم خالص، لان ما كانش حد مهتم يوثق جرائم الاحتلال، محدش كان مهتم اصلا يعرفهم ايه يعني فلسطين وايه الوش الحقيقي للاحتلال، محدش كان مهتم يورثهم الحقيقه، والحقيقه مش هتورث غير بالتوثيق. ولما فلسطين ضربتهم من الاول واسرائيل دوله مش احتلال، من هنا بقى احنا قررنا نخلي الفيديو ده مرجع، سجل مفتوح لجرائم الاحتلال، واحنا اللي هنبدا فيه. احنا اللي هنبدا بمحتوى الفيديو ده نسرد لكم ابشع جرائم الاحتلال اللي حصلت من يوم 7 اكتوبر 2023 لحد النهارده، والباقي بقى عليكم انتوا. هتوثق في التعليقات سواء هتكتب او تنسخ اي جريمه الاحتلال تشوفها، اي جريمه الاحتلال تبين وشه الحقيقي، اي مشهد من مشاهد الظلم اللي هتبين وش الاحتلال الحقيقي. هتوثق في التعليقات اي حاجه عايز تورثها لاولادك واحفادك واحفادهم، تورثهم الحقيقه ان فلسطين دوله واهلهم اخواتنا، تورثهم انهم قعدوا سنتين في ابشع مجازر على وجه الارض، تورثهم انهم قعدوا سنتين بيدافعوا عن ارضهم، تورثهم الحقيقه والوش الحقيقي للاحتلال. وهنا بس اقدر اقول لك ان دورك بقى اكبر كتير جدا من الدعاء. مساحه التعليقات مفتوحه ليك دلوقتي، تقدر توثق فيها كل اللي انت عايز تورثه لاولادك واحفادك، وبتوثيقك وتعليقك ده تبقى ساهمت انك تخلي الفيديو ده سجل حقيقي لجرائم الاحتلال، وساعتها تبقى انت كده بتوعد ان الحقيقه دي لا في صهيوني يعرف يزورها ولا اعلام يعرف ينسينا أصل الأرض. بسم الله. الهجوم البري بدأ من عناصر المقاومة يوم 7 أكتوبر 2023، بدأت من هنا رحلة القتل والقهر والتهجير، عشان في يوم واحد بس نخسر 198 شهيد و1610 مصاب ما بين الحياة والموت. ولو شايف إن بداية القصيدة كفر فاللي جاي ألعن، لأن بعدها بيومين بس يوم 9 أكتوبر 2023 خرج جنات رئيس الدفاع لدولة الاحتلال وقرر بشكل رسمي فرض الحصار الشامل على قطاع غزة. نحن نفرض حصارا كاملا على غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز، مفيش مية ولا أكل ولا وقود ولا دواء، وفي عذاب بس. 11 أكتوبر 2023 محطة كهرباء غزة وقفت بالكامل بسبب انعدام الوقود، ودي كارثة ضربت المجمعات الطبية كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كهرباء قاطعة والمريض تحت العمليات. عشان يوم 15 أكتوبر يكون يوم الجحيم، حصل حملة استهداف العائلات والمجمعات الطبية في يوم واحد بس، عشان يروح في يوم واحد بس 2300 شهيد. 2300 شهيد لو مش واخد بالك رقم كبير جدا. 2300 شهيد، 2300 شهيد و9000 مصاب، وبالتالي اهالي كتير جدا بدأوا يدوروا على اولادهم واهاليهم وقرايبهم تحت الدمار. والله كويس يا عم، كويس. لا يا عم ولا حاجه حبيب الدولة. اولاد الاربعه، لا اله الا الله. اولاد الاربعه، لا اله الا الله. يا الله، لا اله الا الله. يما رد علي يما. عبود. وفي نفس اليوم بدأ يحصل تهجير جماعي، والنازحين اتضربوا في الطريق وهم بيمشوا وسايبين ارضهم وبيدوروا على ارض امان. وفي نفس اليوم ده برضو من ضمن البيوت اللي اتقصفت بيت عيلة فروانة اللي اتنسف وراح من العيلة 16 فرد، 16 فرد في لحظة واحدة. وقتاش 15 ان حبيبة قلبي وحبيبة قلبي لسه تحت الابطال مش عارفين نموت. واللي خرج من كل البيت طفل واحد بس اللي خرج من تحت انقاض البيت. اسرح بخيالك 5 دقايق واديني سيناريو لحياة الطفل ده تبقى عاملة ازاي. خليني اقول لك ان كل اللي قلته لك ده لحد دلوقتي حصل في اسبوع واحد بس. قلت لك ارقام كبيرة جدا، بس اللي مش واخد بالك دي مش مجرد ارقام، دي ارواح شهداء، وكل شهيد وراه قصة، وكل بيت وقع تحته عيلة، اسر كاملة اختفت واحياء كاملة اتنسفت بقت زيها زي التراب، وكل ده في خلال اسبوع واحد بس. انا متاكد ان كل اللي هتشوفه في الحلقه النهارده هو عدى عليك قبل كده، زي ما انا متاكد بالظبط ان هو اول مره عدى عليك وخلاك في حاله من القهر انت اول مره توصل لها. زي مثلا كل ام لما شافت المشهد 1 نوفمبر 2023 الطبيبه غاده ابو عيده اللي فضلت تسعى في المصابين وتشوف الشهداء في المستشفى الاندلسي، لحد ما فجاه الممرضين والطاقم الطبي بيجروا قدامها باقصى سرعه وشايلين شهداء ومصابين على الترولي وبيجروا، وهي واقفه مصدومه ونفسها راح. فضلت تجري وراهم وتصرخ بكل قهر. ايه ده؟
عشان تتفاجئ ان ابنها بقى شهيد يوم 1 نوفمبر 2023. لكن كلنا برضو شفنا اللحظة دي 2 نوفمبر 2023. شاب اتعرف على امه، لا هو ما اتعرفش على امه، هو اتعرف على بقايا امه من تحت الركام. وقتها توازنه اختل، ما كانش قادر يستوعب ولا ينطق، وحتى احنا ما فكرنا فيها لمدة ايام مش هنقدر نستوعب. 3 نوفمبر 2023 بعد ما الاحتلال وقف المساعدات واستهدف المستشفيات والاطباء وعربيات الاسعاف، ما فضلش في غزة غير امل وحيد بس عشان ينقلوا الشهداء والمصابين، والامل ده كان موجود في عربيات الكارو اللي بتشدها الخيول والحمير. لكن من شدة القصف والغارات الحيوانات دي كمان ماتت، وانقطع الامل في الاسباب وما بقاش غير رب الاسباب. 21 نوفمبر 2023 راحت روح منظر الشيخ خالد ابو ضياء رحمه الله وهو حاضن حفيدته ريم روح الروح، وبيحاول يفتح عينيها ويكلمها ويقول روح الروح، هذه روح الروح، لا حول ولا قوة، هذه روح الروح. أنا راحت ريم في منطقة زعم الاحتلال انها منطقة آمنة للنزوح، ولكنها دايما كانت كذبة من حقير عشان يجمع اكبر عدد من الناس الشرفاء عشان يحولهم شهداء بقصف واحد بس يهد مدينة كاملة. وبعدها بسنة في ديسمبر 2024 يلحقها جدها أبو ضياء، يلحق حفيدته ريم وحفيده طارق. ساعة ديسمبر 2023 الشهر الثالث من الحرب ونهاية السنة، المجاعة خلاص بدأت والمهن اللي في غزة كلها خلصت، وقطعوا عنهم وصول أي مساعدات، وكل منافذ البيع ضاعفت الأسعار فوق 6 أضعاف. أنا كان نفسي أشرب نقطة مي وبعد راسي نفسي أشرب مي قلب أبيض. بداية سنة 29 يناير 2024 عربية فيها عيلة بالكامل بتحاول تهرب من القصف، ولكن استهدفوها عشان يطلع لنا التسجيل بتاع الطفلة هند. الطفلة هند هي اللي نجت من العيلة وكلمت الهلال الأحمر، ويطلع لنا التسجيل اللي قطع قلوبنا كلنا. ميتين؟ وهم هلا معك بالسيارة؟ انت هلا وين متخبية هلا؟ وين انت هلا محمية؟ بالسيارة. جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة؟ صح. بابا جنبية عم تعجبيني للأسف ما لحقوهاش والعربية استهدفت تاني عشان تموت الطفلة هند. وقصة الطفلة هند اتوثقت عالميا كرمز لصوت الأطفال الضحايا في قطاع غزة، واتعمل لها نسبة تذكاري في بريطانيا وهولندا عبارة عن عربية شبه اللي كانت فيها هند، وده كله من باب التنديد باللي حصل. بس هند ما كانتش عايزة نسبة تذكاري، هند بس كانت عايزة تعيش، كانت عايزة حد يروح ياخدها. سبتمبر 2024 وكلنا ما نقدرش ننسى الدكتور اللي كان بيسعف المصابين في المستشفى، فجأة لقى جثة ابنه، وعلى الناحية التانية أم عمالة تنادي تقول هو يوسف شعره كله، عشان في الاخر يكون الدكتور اللي لقى ابنه شهيد والست اللي كانت بتدور على ابنها يوسف اب وام لطفل واحد اسمه يوسف وشعره كيرلي وابيضاني وحلو. 16 اكتوبر 2023 الاحتلال يستهدف واحد من اهم قادة حماس، قائد طوفان الاقصى ورئيس المكتب السياسي حركة حماس يحيى السنوار، اللي طردوا الاحتلال لحد ما قتلوه يوم 16 اكتوبر 2024 بعد سنة من طوفان الاقصى، اللي بيظهر في مشهد وهو الاخر نفس ليه بيحارب وبيقاوم. قالوا أنه هذا هو يحيى السنوار، وألقى بعصا على الطائرة المسيرة قبل أن يطلق. وقبلها اغتيال إسماعيل هنية في يوليو 2024 لما كان رئيس المكتب السياسي حركة حماس. حاولوا ينهوا المقاومة بقتل قادة الصف الأول والصحفيين والأطباء عشان دايما عندهم أمل إن المقاومة تنهار، ولكن الحقيقة المقاومة مش شخص ولا قيادة، ولو كانت كده ما كانتش كملت لحد النهارده. في يناير 2025 جه دور صاحب الشيخ أبو ضياء. أنا استشهدت. الشاب اللي كان بيستلم المساعدات المالية من مصر ويصورها ويوثقها لحظة بلحظة عشان بس يقولوا إن دي فلوسكم أمانة تعرفوا هي بتروح فين. الشهيد الصحفي أحمد عروس اللي استهدفوه مع أخوه و3 من أصحابه في غارة واحدة بعد ما مضوا على اتفاقية توقف إطلاق النار المباشر. والله العظيم ما كان عدى ساعة واحدة بس على الاتفاقية، وكان الشهيد الصحفي أحمد عروس ارتقى إلى ربه وهو وأصحابه. ما كانش عدى ساعة واحدة بس على الاتفاق، لكن الخنزير والله عمره ما هينضف، ملهمش عهد ولا ملة. وفي 25 مارس 2025 سجلت أول حالة وفاة بسبب الجوع على أرض فلسطين. هنا في مدينة دير البلح يتجمع العشرات من المواطنين والعائلات الفلسطينية للحصول على وجبة طعام واحدة في هذه المرحلة على أرض فلسطين، أرض الزيتون، أرض النخيل، أرض فلسطين اللي فيها خيرات الشام، أرض النهرين. أرض النهرين بقى فيها ناس بتموت بسبب الجوع. في غزة في شغلين، احنا 24 ساعة كل يوم يقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما نلاقيش المقاطير. احنا الرمل هذا ناكله بالشكل عندنا، بدنا طحين بالشكل.
ايش يا سالي مالك معصبة؟ بدنا ناكل، جوعنا بالعربي فيش خجل. ايش بدنا مالك؟ ناكل، اكلنا حماد رحنا ناكل من الشجر. بدون ما ناكل بطني بيجعني يا ناس يا مسلمين. عشان يبدأ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يسجلوا تقارير وبيرصدوا فيها حالة تدهور الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية وبسبب قلة بدأ ينعن حالات الوفيات في قطاع غزة بسبب سوء التغذية للأطفال. بعدها في خلال 4 شهور بس الأعداد زادت عشرات الأضعاف والمجاعات طالت دير البلح وخان يونس. 7 أبريل 2025 الشهيد الصحفي أحمد منصور اللي اتحرق حي وهو قاعد على كرسي عشان يوصل رسالة إن الصحفيين في غزة مستهدفين زي القيادات ولكن ثابتين زي الأرض. يا شباب الحقوا! الاحتلال استهدف أكثر من 244 صحفي بشكل متعمد، منهم آيات خضورة 21 نوفمبر 2023 وحمزة وائل دحدوق ومصطفى طرايا 7 يناير 2024 ومحمود عمر ومؤمن أبو العوف 29 يونيو 2025 إسماعيل أبو الحطب بعدها بيوم 30 يونيو 2025 محمد قريب عوانة الشريف 10 أغسطس 2025 في غارة واحدة جنب مستشفى الشفاء عشان في 25 أغسطس 2025 في غارة مزدوجة كان أكبر استهداف إعلامي راح فيها محمد سلامة وحسام المصري ومريم ودقة وأحمد أبو عزيز ومعاذ أبو طه، وده غير مطاردات اللي عايشين منهم زي صالح الجعفراوي. الصحفيين والمراسلين في الأوقات الحرجة وفي أوقات الحروب بيميزوا من لبس الدرع الأزرق عشان هم ليهم حصانة، وقت الضرب بيتجنبوه، ولكن في حرب غزة الدرع ده بيميزهم عشان يستهدفوه، أما الحصانة فتعيش أنت، ده قضاء وقدر. اسمع معايا الأرقام دي: من 20 أغسطس ل 27 أغسطس وزارة الصحة في غزة سجلت 475 شهيد و265 مصاب في حالة حرج. لكن تخيل ان الأرقام اللي بقولها لك دي في أسبوع واحد بس. أما من 27 مايو ل 27 أغسطس 2025 وزارة الصحة بتسجل 15845 مصاب في حالة حرجة و2158 شهيد خلال ال3 شهور دول بس. ولا والله ال2000 شهيد دول ما ماتوش من الاستهدافات، دول ماتوا وهم بيحاولوا يوصلوا للإمدادات الغذائية في القطاع، يعني ماتوا وسط الناس، ماتوا من الزحام. الناس ماتت وهي بتدور على لقمة وبق مية. ومن ساعة فرض الحصار في 9 أكتوبر لحد يومنا الحالي المساعدات اللي كانت بتوصل لغزة كانت بتوصل تهريب، وكانت قليلة جدا جدا ما تكفيش حاجة للأسف. وده وصل بأهلنا إنهم يعيشوا الموت بمأساة جديدة، الموت من الجوع على أرض فلسطين. وهنا بقى نيجي لمفارقة عجيبة جدا: الصهاينة والإسرائيليين سواء جنود أو مدنيين شمتانين بالناس اللي بيموتوا من الجوع وبيستهزئوا بيهم قدام العالم كله، اللي بيوضح إن ما عندهمش مانع في أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل دي. أنا محد يقول لي كده فين المجتمع الدولي من كل ده؟ ואז נזכרתי שיש בעזה המון אנשים וחיות מחמוד שאין להם מה לאכול ופתאום הרגשתי מה זה לא נעים. זהו עבר. איזה טעים. בוקר הזהב בעלי זהב. תקשיבו, כזה בדוק אין בעזה. אבל אני מצאתי בשבילם פתרון ואני מאמינה להם שהם באמת רעבים, כי הרי הם מפסיקים לאכול עם הראש. בקיצור, מה שהם צריכים לעשות זה שכל החפים מפשע يخلو التلا شلو بالتعاون. واخر خبر لغايه النهارده ان القافله بتحاول تكسر الحصار وتوصل المساعدات لغزه، والكلام ده بتاريخ 2 اكتوبر، ولكن القوات البحريه للاحتلال حل عليهم الشر من كل ناحيه، وقفتهم واعتقلوا اكثر من 470 ناشط حقوقي ومتطوع من 41 سفينه من 47 دوله، فرحلوا جزء منهم على بلادهم والباقي ما نعرفش فين لحد دلوقتي. كل اللي عرفناه ان كانوا بيتعاملوا معاهم على انهم ارهابيين جايين يوصلوا الاكل والميه والدواء لقطاع غزه. هي سايبه ولا ايه؟ انت بس لو لسه فاكر نفسك مالكش دعوه بكل ده وما باليد حيله فلازم تراجع نفسك كويس. وإننا سنذيقه بقوة الله هزيمة أكبر مما يتوقع أو يتخوف، ونقول له إن زمن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والمركبات الخارقة والاستخبارات المتفوقة، كل هذا انتهى زمنه بعون الله، فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا وينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر. طيب خلينا نختم الفيديو. زي ما قلت لك احنا عايزين نخلي الفيديو ده مرجع لكل جرائم الاحتلال. احنا بدأنا بمحتوى الفيديو وانت الدور عليك تكمل في التعليقات. سجل الجريمه اللي انت عايز الناس تعرفها، اللي تبين للناس الصهاينه على وشهم الحقيقي. حط صوره او فيديو او رابط، حط احصائيه، حط اي مشهد عمرك ما تنساه، زي مشهد روح الروح، زي مشهد طفل شايل اشلاء اخوه الصغير في شنطه على ظهره، زي منظر اب وهو شايل اشلاء اولاده الاثنين في اكياس، زي منظر اب بيوصل رساله للعالم ورافع ابنه كده وهو من غير راس. ده انت لو ساهمت ان الفيديو ده يكون مرجع للجرائم، لو ساهمت ان الفيديو ده بتعليقات وتعيش، هيطلع الجيل الجديد على الاقل ما بيسالش هي ليه فلسطين ضربت اصلا. انت كده ما بقتش مجرد متفرج، انت بقيت شاهد حق. وزي ما قلنا في حلقه رفح، لو العالم كله بطل يتكلم احنا مش هنبطل نتكلم، وهنكمل معاكم الحكايه لحد ما كلمه الحق توصل للدنيا كلها، والدنيا كلها تكون عارفه اصل الارض.
ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.